السلام عليكم ورحمة الله. طبختنا لليوم هي مقلوبة بالبروكلي، والشوربة أيضا كانت بالبروكلي. ضفت قطعة من الزبد وحمرت بيها البروكلي بهالشكل هذا بعد ما ثرمته طبعا، وبعدها ضفت عليه الماء وخليته ينسلق لمدة 20 دقيقة تقريبا. راح أضيف عليه ملعقتين طحين مع شوية مي أحركهم، بعدين أضيفه للشوربة. وضفت الماجي، ضفت ظرفين ماجي للشوربة بعد ما ضفت ملح، وضفت له ملعقة من الجبن الكريمي. الخضروات عندنا الباذنجان والبطاطا والبروكلي والبصل والفلفل الأخضر. هنا اللحم المثروم خليت له بهارات برياني مع دارسين ونمي بصرة. ضفت خبز بالجدر وخليت عليه المواد، الخضروات البطاطا الباذنجان البروكلي والبصل والفلفل الأخضر. هنا عندنا الرز راح نسلقه لمدة 8 دقايق تقريبا، وبعدين أصفيه وأضيف عليه اللحم المثروم وبهارات البرياني والنمو بصرة والدارسين أو ما يسمى بالبلدان العربية بالقرفة. طبعا ممكن تستخدمون الدجاج أو قطع اللحم الكاملة. مدة التهدير من 45 دقيقة إلى ساعة على نار هادئة جدا. شكرا للمتابعة وساهمكم العافية، وأتمنى تدعموني بلايك.